اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، نصلي على هادي الرحمن ونخش على الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. الفيديو بتاعنا النهارده عاملين فتة العدس التحفه اللي انتوا شايفينها دي، وعاملين شوربه عدس، وعاملين بطاطس محمره. اكله شعبيه كده، وهي الاساس بتاعها العدس. شوربه عدس يا جماعه زي الكتاب ما قال. ودي الفتة بتاعتنا الجميلة بقى، جربيها كده مش هتندمي لما تعملي فتة العدس كده يا جماعة في الشتاء كده وتاكليها وتتدفي، حاجة ما شاء الله ما شاء الله. وعملنا برضو طبق شوربة عدس كده، حاجة محترمة جدا جدا جدا. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي. واللي اول مره يشوف قناه يوميات ام حنين ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ونخش على طريقه العدس بتاعت ام حنين بقى الجباره. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب ونصلي على النبي. وتعالوا نخش بقى على المقادير بتاعتنا. معانا نص كيلو من العدس مغسول كويس قوي 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 قوي، وحطينا عليه ميه. معانا بصلتين، 3 طماطميات، جزرتين، بطاطستين، قرن فلفل لو حابينه. تمام يا حبايبي، دي المقادير بتاعتنا اللي بنحطوها على العدس بتاعنا. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وراس توم، لو عندك راس توم حلوه كبيره كده وحلوه بتقشرها وبتحطيها. ما عندكيش توم مصحح، بتحطي توم مفروم، بس هو اساسي. انا عندي توم مفروم فحطيت معلقتين من الكبار، هحطهم دلوقتي معلقتين من الكبار من التوم المفروم يا حبايبي. يبقى المقادير بتاعتنا هنحطه جزرتين، بصلتين كبار، 3 طماطميات او 4 كبار، قرن شطة لو انت حباه. معايا بطاطستين بنقطعهم وبنحطوهم. برضو لو عندك بتاع ده كوسة يا جماعة بتحطوا برضو كوسة. برضو الكوسة بتديها طعم وقوام حلو جدا جدا وفايدة كويسة جدا جدا. ماشي. انا حطيت يا حبايبي التوم اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهقلبه تقليبه كده، وهغطي عليه بقى واسيبه على النار لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. وبعد كده هقفل عليه وهنشوفه مع بعض كده خطوة بخطوة يا حبايب قلبي. ماشي يا حبايبي، نصلي على النبي. واللي شايف الفيديو بتاعي لحد دلوقتي يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويقول لي بيتابعني منين، ويقول له ايه رأيه في الطريقة، ويحط لي لايك جميل كده من ايديه الحلو. دي بطاطس بقى يا جماعه، البطاطس الجديده نزلت السوق، فلقيت البطاطس الرفيعه دي احنا بنحبوها، فجبت منها كيلو، وقلت اما اعمله مع مع العدس بتاعي. شفتوا العدس بقى الحمار بتاعه ما شاء الله كده، حمار احمر كهرمان كده من الجزر يا جماعه. وكمان النوع العدس لازم يكون نوع العدس من الكويس، وكمان هيبان اكتر لونه لما يتضرب كمان في الخلاط. بس انا لسه مش ده القوام اللي انا عايزاه، انا عايزاه اتقل من كده، فهسيبه على النار شويه كمان يا حبايب قلبي. يلا نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوفوا بقى بقيه الفيديو بتاعنا. بقيت الفيديو بتاعنا اهو يا جماعة. انا كده طفيت على البطاطس بتاعتي استوت كده تمام، والعدس كمان طفيت عليه، هو ده القوام اللي انا عايزاه. بس انا هسيبه يبرد شوية علشان خاطر ده كده سخن، لو ضربته في الخلاط مش هينفع، هيبوظ الشفشة. فهنسيبوه لما لما يبرد شوية والبطاطس تبرد شوية. تعالوا بقى اقول لكم انا بعمل الفتة بتاعتنا التحفة ازاي. جبت 4 ترغيفة حسب بقى ما انت عايزة، وحسب عدد الافراد اللي عندك اللي هياكلوا من الفتة. جبت 4 ترغيفة وقطعتهم بالمقص زي ما انتوا شايفين كده مكعبات صغيرة يا حبايبي، حسب رغبتك، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة حسب رغبتك انت. قطعت ال4 ترغيفة كده زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيرة. ويا اما تقليها في الزيت وبتديكي طعم تحفة وبتطلع معاكي ناشفة وحلوة قوي، يا اما بتعمليها في الفرن بتحمصيه في الفرن. انا بحب بصراحة اعمله في الزيت، بيديني كده تحميصة حلوة بطعم جميل. انا كده يا حبايبي العدس بتاعي برد شوية، ضربته في الخلاط. ماشي. جبت معلقة سمنة زي ما انتوا شايفين على شوية زيت كده في الحلة بتاعتي، حطيت الطاسة بتاعت الزيت عشان خاطر اعمل العيش. ماشي. مقدار كده يعني زي كوباية من الشعرية. ماشي يا حبايبي، كوباية من الشعرية هحطها على السمنة بتاعتي، وابدأ اقلب فيها لحد ما تديني اللون الذهبي بتاعي. ادي العيش يا جماعه، الزيت بتاعي خلاص سخن كده. بنزل بالعيش المقطع اللي انا مقطعاه، وبنزل بيه واسيبه على النار، وكل شويه اقلب فيه علشان خاطر ما يتحرقش. انا عايزاه يديني برضو القوام الذهبي ويبقى ناشف ومقربش كده.
ماشي يا حبايبي، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي. وما تنسوش اللايك يا جماعة والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني. بس كده يا حبايبي بقى، وادي ايه العيش اديني بقلب فيه اهو، والشعرية بتاعتي بدأت تحمر وتديني اللون الذهبي اللي انا عايزاه. بعد كده هروح جايبة ادي العدس بتاعي بعد ما ضربته اللون بتاعه احمر تحفة جميل كده ونازل ناعم، وده القوام اللي انا حباه وده القوام اللي احنا عايزيه اللي انا عايزاه. ماشي يا جماعة. بس كده ادي العدس بتاعنا وحطيناه على النار ونقلبوه على طول عشان الشعرية بتاعتنا ما تكلكعش فيه. ماشي. هقلبه كده وبعد كده اروح اشوف العيش بتاعي عشان ما يتحرقش مني. ماشي يا حبايب قلبي، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وقولي لي ايه رأيكم في الطريقة في التعليقات، قولي لي ايه رأيكم في الطريقة يا حبايب قلبي. بس كده طلعنا العيش بتاعنا ده اللون اللي انا عايزاه، اللون الذهبي الحلو ده. انا طلعته كده في السرفيز اللي انا هعمل فيه الفتة. ماشي يا حبايبي. ابدأ الاول اطلع العيش بتاعي كله كده عشان بدأ يحمر اهو. بس هو يعني ايه مش ما اتحرقش، هو اديني اللون الدهبي. هي اخر شويه دول اللي هم غامقين شويه بس مش مهم، طعمهم تحفه والله العظيم. جربي الطريقه مش هتندمي. وان شاء الله ان شاء الله لو عيالك ولا هيحبوا طريقه الفته بتاعت العدس ديت جميله يا جماعه. خلاص كده انا طلعت ايه العيش بتاعي. هبدأ اولع النار تاني، وانزل بالبطاطس بتاعتي بعد ما قشرتها زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بيها الواحده بوحدتها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء بصوا الاكله دي بقى اكله شعبيه، اكله الشتاء يا جماعه، العدس والبصل الاخضر وشويه بطاطس محمرين حته جبنه كده ما شاء الله، يعني عشوائيه جميل. دي التوابل بتاعتي اللي انا بحطها على العدس بتاعي، كمون وكزبرة وفلفل اسود وشوية الملح وشوية البهارات. تمام. ولو حابة تحطي شطة لو انت عايزاها حرقة هتحطي شوية شطة ناعمين، مش حابة خلاص. ماشي يا حبايبي. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبعد كده قلبناها تقليبة، وكده انا طفيت عليها، جبت السرفيس بتاعي اللي فيه العيش المحمر ونزلت عليه بشوربة العدس يا جماعة. اقسم بالله الريحة طالعة ما شاء الله، يعني هو السرفيس ده اساسا وجبة لوحده كده، تاكليه وجبة لوحده. بصوا ما شاء الله ما شاء الله يعني. وادي يا حبايبي بقى العدس بتاعي، ادي شوربة العدس في الطبق اهوت، وده السرفيز اللي فيه فتة العدس بالبقدونس والبطاطس المحمرة بتاعتي. وادي العشوة بتاعتنا النهاردة، ودي طريقة